السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم جينا نتكلم على ما فعله ذلك الشخص اسمه مقران، وتكلم على تبون وعلى جهات أشخاص آخرين كمرسيدس سعيد وابتسام حملاوي. هذا الشخص كان وقت العصابة، كان يخدم وقت العصابة معهم، والآن عندما أخذوا أمه للسجن بدأ يتكلم وبدأ يخرج في أقاويل، ونصها صحيحة ونص أخرى بين قوسين أستطيع أن أقول أنها خاطئة، لأنه ليس لديه دلائل على ذلك. وهذا الشخص ينتمي إلى حزب الأفلان، وكان مناضلا في الأفلان في أفلانه، والآن يسمي نفسه يدافع عن أمه وعن أمه. إذن كل قول تاعو صحيحة وخاطئة لا أحد يعلم. الجزء الثاني يتكلم على الصفقة الإسرائيلية الحمسوية، أو في الحماس وإسرائيل داروا صفقة، ولكن الصفقة لم تكن الآن، وممكن أن تجهز بعد أسابيع. أو بعض الأقاويل يقولون أن إسرائيل هي الذي تماطلت في صفقة تبادل وإنهاء الحرب، وأجزاء أخرى يتهمون المقاومة. بشكل آخر الصهيوني يتواطأ كثيرا ويجعل المشروع الاستيطاني الفاسد في غزة، ولن يكون له أي مشروع آخر. وهذا الكائن المجرم لن يدوم أبدا بسبب المظاهرات الحاشدة التي تعمل كل يوم في الكيان للمطالبة بالإطاحة بنتنياهو. وترامب هو الآخر يجعل من نتنياهو مدلل له بعد زيارة له للكيان أمريكا. نتنياهو زار أمريكا بعد أسبوع اللي فات، وكانت زيارة فاشلة، لأن نتنياهو كان يريد من ترامب أن يشتري بعض الأسلحة ويقوم بالسيطرة أو دخول عسكريين في غزة، لكن كانت أقاويله كله كاذبة وخاطئة. ونتنياهو إنسان فاشل، وحكومته وترامب أيضا إنسان فاشل. كل ذلك يؤدي إلى المنطقة إلى كارثة أخرى، والمنطقة المغاربية هي الأخرى قد تصل كوارث بسبب النظام المغربي الفاشل، والآخر الذي يجلب الصهاينة، هو الآخر في مناطق متعددة في المملكة المغربية. وقد نشهد مواجهات كثيرة بين الصحراويين والمغاربة بسبب هذه التصرفات المخزنية نحو التطبيع الكثير في الصهاينة. والخونة موجودين الخونة. ما دام الخونة موجودين في كل مكان، استطيع أن أقول أننا في خطر في الدول المغاربية. لا نتكلم عن المغرب، الدول المغربية تونس، موريتانيا وليبيا والجزائر. نحن في خطر إذا كان الخونة موجودين. وكل ذلك نحن نتوحد، ويجب علينا أن نتوحد ونقف في وجه هذه الأشخاص الأوباش. وشكرا، والسلام عليكم.